ايه رايكم في شكل الطبق ده؟ ولا كانك في مطعم. تعالى اقولك ده ايه بالظبط. دي صدور فراخ، جبت صدرين فراخ زي ما انتم شايفين عشان ده ليا انا ووالدتي بس. اخدته غسلته طبعا بالخل والليمون والدقيق وكل حاجه عشان خاطر الزفاره. غسلتهم وبعد كده خدتهم قطعتهم من النص وفردتهم زي ما انتم شايفينه. طبعا معلش بتاع اللي بدق بيها، فطبعا جبت ايد الهون. الجيش قال لنا طبعا اتصرفت طبعا على طول. بعد كده قعدت ادق فيه لحد ايه ما فردته. الاتنين فردتهم كويس جدا عشان خاطر انا عايزاهم يكبروا. عشان ايه؟ في حاجه كده هحطها جواهم هتعجبكم. تابع كده لاخر الفيديو وهتتفاجئ بالشكل الجامد اللي انت شفته. خليك معايا بس اوعى تنسى تعمل لايك ومشاركه وتعمل ايه اشتراك في القناه. تعالوا بقى لكم على طريقه التتبيله اللي هنعمل بيها صدور الفراخ. معلقه بابريكا، ملح طبعا نسبي، يا ريت بس ما نزودش فيه لان طبعا بعد كده الحاجات اللي هنحطها فيها نسبة ملح. يبقى شوية ملح ومعلقة فلفل ونقلبهم مع بعض. ماشي. بعد كده هنحط ايه؟ هنبدأ ان احنا نحط اللي هو دبس الرمان. مش كمية كبيرة، صغيرة، ان دبس الرمان هيعجن البودر ده على بعضه وانا مش عايزة اعجنه. يعني ده هدم بيه صدور الفراخ. لو مش عايز ده اختياري. دبس الرمان ده اختياري، حابب تحطه ومش حابب خلاص. هما هنبدأ بقى ان احنا نقلبه زي ما انتوا شايفين. اوعى تنسى تعمل لايك. المهم انا قلبته زي ما انتم شايفين كده. بعد كده هبدا اجيب صدور الفراخ وابدا ان انا ايه ادهنها بيه. ادهن صدور الفراخ بتاعتي بالخلطه دي. اصبر بس للاخر، ده انت هتشوف حاجه جامده. المهم ايه، بدات ان انا ادهن صدور الفراخ من بره ومن جوه الصدرين بتوعي. طبعا المشكله اللي كانت هنا عندي هي ان انا حطيت دبس الرمان فكلكع. بعد كده قررت ان انا ايه ممكن ما احطش دبس الرمان دي، نخليها اختياري مش مشكله. دهنت صدور الفراخ من جوه ومن بره، خلصتها خالص. هروح بقى اجيب الحشوه بتاعتي. انا هحشي صدور الفراخ دي من جوه. جبت كوكتيل كده من الجبن بتاعتي، ميكس جبن، دهنته بيها. عرفتوا ليه انا ضربت صدر الفرخه؟ عشان يكبر، عشان اقدر ان انا احشيه. بعد كده حشيت الاتنين بالجبنه الموتزاريلا. ممكن تحشيه بقى بخضروات، بمشروم. الحشو ده اختياري بالنسبه لك، بس انا بحب اللي هو الجبنه الموتزاريلا، بحب المطه بتاعتها. اديني خلصت بقى ان انا حطيت الجبنه الموتزاريلا وقفلتهم خالص. هروح بقى بينا يلا نروح نعمل الخلطه بتاعتنا اللي هنعمل بيها الفراخ بتاعتنا. جبت بقى دقيق، بقسماط او فيجيتار. طبعا لازم تحطي نشا، وتجيبي البيض بتاعك تضربيه، تحطي فيه ملح وفلفل. وطبعا الخلطه دي بتحطي دقيق وبقسماط ونشا، عليهم رشه فلفل صغيره ورشه ملح صغيره. بعد كده احطه في البيض، احطه في الخليط ده. بعد كده هرجع تاني احطه في البيض وارجع تاني احطه في الخليط. يعني انت كده عندك اول مره بيض خليط، بيض خليط، عشان نعمل طبقه ايه كده سميكه شويه. بعد كده بعد ما نكون خلصناه خالص زي ما انتم شايفين، خلصناه كده خلاص. هنبدا نروح ناخده نحطه فين؟ في الفريزر حوالي ربع ساعه عشان ايه يتجمد. طبعا بقى هروح انا اعمل الرز بتاعي. انا عملت رز حبه وحبه. خلصت الرز، رحت جايبه طاسه حاطه فيها زيت غزير، خليتها تغلي. وحاطه طبعا زيت غزير جدا زي ما انتم شايفين عشان على الاقل يبقى ناكل النص ايه الحاجه في الزيت. حطيت وطبعا وطيت النار، مش نسيب النار عاليه، نوطي النار عشان الصدر بتاعنا ايه يستوي. يعني بعد ما احطه دقيقه وابدا ان انا اوطي النار عشان الصدر بتاعي يستوي والجبنه تسيح. بصوا المنظر يجنن. ده انتوا لسه هتسمعوا ايه القرمشه الجامده. يلا اسمعوا. بصوا شكل الجبنه وهي سايحه من جوه تجنن. اوعى تنسى تعمل لايك، اشتراك، مشاركه.